ناس كتير طلبت مني طريقة شوي السمك في البيت، فانا قررت ان انا اصورها لكم. طبعا انتوا شايفين السمكة عاملة ازاي، السمكة بيقع كده من عليها القشر ومش لازق ولا اي حاجة، وطعم التتبيلة بتاعتها خطير خطير خطير. وطبعا مستوية من جوه، مفيش اي دم، وحتى البطروخ من جوه مستوي زي الفل. تعالوا معايا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة، السمك ده اسمه بوري، البوري اللي هو المصري. انا كنت جايبة منه عينة في الفريزر كذا سمكة كده، فانا قررت ان انا اطلع 2 منهم يفكوا تماما الاول علشان ابتدي ان انا اشويهم. واستخدمت نوع الرده ده علشان اشوي السمك. الفيديو ده طالع من قطر وانا بورسعيديه. يا ترى انتي بتتابعيني منين؟ يا ريت تكتبي لي في الكومنتات عشان بفرح قوي لما اعرف انتوا بتتابعوني منين. اخدت منها طبق صغير كده عشان ما ازفرش الكيس، استخدم منها مثلا على قدي. خلاص، اخد كده وارش على السمك. اهم حاجه انك تكوني السمكه مبللاها شويه، يعني السمكه يبقى فيها ميه بسيط كده من بره، علشان لما تيجي تحطي الرده تلزق عليها على قد ما تقدري كده، يعني مش هتحطي كتير قوي، بس كده هي كده تمام. هنبتدي ان احنا نروح بقى على البوتاجاز. لو عندك صاجه الفرن سخنيها وحطيها على اكبر عين عندك وسخنيها كويس قوي. ولو عندك الشوايه دي برضو نقدر نستخدمها عادي، اي حاجه فيهم هتنفع، يعني اي صاجه عندك، مش شرط دي خالص. اول ما الصاجه تسخن او الشوايه دي تسخن تماما هنحط شويه رده، وبعد كده هنحط السمك. اهم حاجه لازم تحطي الاول رده عشان السمك ما يلزقش معاكي. هنا زي ما انتم شايفين كنت بقصقص حته كده صغنططه من الديل، علشان لما اجي اقفل بعد كده الشوايه وانا بشوي تنفع تقفل، لان السمكه ما شاء الله كانت كبيره، حوالي 600 جرام السمكيه الواحده. وطبعا لازم تكون النار عاليه في البدايه لحد ما السمكه تسود وتاخد اللون الاسود اللي هو المعروف بتاع الشوي. لازم النار تفضل عاليه. يعني هنا زي ما انتم شايفين انا سبتها الاول على نار عاليه حوالي 5 أو 6 دقايق لحد ما اخدت اللون زي ما انتم شايفين كده. بدات ان انا اقلبها على الجنب التاني، وزي ما قلت لكم كل جنب تقريبا بياخد من 5 ل6 دقايق على نار عاليه، عشان بعد كده هنبتدي ان احنا نعمل كمان الجناب بتاعه السمكه. وهنا بقى كنت خلاص هقلبها على بطنها، علشان السمكه دي كانت مبطرخه وسمينه جدا وكبيره، فلازم تتحط كمان على سيفها كده تقف، علشان خاطر السمكه تستوي من كل الاتجاهات. مش عايزين بطنها يبقى فيها دم، او من ناحيه الراس كده يبقى فيه دم، لان السمك ده حساس جدا جدا، لازم يتشوي كويس جدا. هنا وقفتها زي ما انتم شايفين، وبعد كده وقفت التانية جنبها وسبتها برضو على نار عالية. اهم حاجة يا جماعة رشوا ردة كويس جدا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، علشان خاطر السمك ما يلزقش معاكي بكل الطرق زي ما انتم شايفين كده. وهنا قلبتها على الناحية بتاعة الظهر علشان كمان اضمن انها استوت من الناحية التانية. يعني انا قلبت السمكة على الاربع نواحي. بعد كده هنقفل الشواية، هنوطي النار، وعدي بقى 10 دقايق ل 12 دقيقة بتكون السمكة استوت بالكامل. 10 دقايق ل 12 دقيقة والشواية مقفولة. طيب انا بشتغل في صاجة، يبقى ايه الوضع؟ هندخلها في الفرن يكون سخن جدا جدا بالصاجة اللي احنا كنا شغالين عليها. هتقعد معاكي في الفرن ربع ساعة وهتكون استوت. وهنا بقى كان السمك خلاص استوى، وبطلعه كده في طبق علشان نعمل له التتبيله التحفه بتاعتنا. التتبيله بتاعتي بورسعيديه اصلي بقى، بتاعه افران السمك اللي في السوق، اللي انتوا لو رحتوا بورسعيد وشمتوها مش هتبطلوا تروحوا تشتروا من عندهم. بجد يا جماعه ريحه الشويه بتاعتنا مميزه جدا، لانها بجد بتتبيله روعه. التتبيله بتاعتنا بسيطه جدا جدا. معلقه ملح كبيره، عليها معلقه كمون، وعليها معلقه شطه، وقلب يا معلم. الخلطة دي كده جاهزة معاكي علشان نرش على السمكة. خلاص، معانا بقى ليمون. طبعا عشان انا بره مصر الليمون بعافية شويتين، فاخدت لي 200 ليمونة كده علشان اطلع الشوية اللي انتوا شايفينهم دول. يعني نقول مثلا 6 معالق 5 معالق عصير ليمون. وطبعا بالليمون المصري ممكن تعمليهم بليمونتين بس مش اكتر من كده، وعمار يا مصر. وطبعا التتبيله دي بتتحط على سمك وهو سخن نار. يعني اول ما طلعته من الشوايه اخدت كده بدات ان انا ارش كده على السمكه من بره. تمام. وبعد كده هحط كده معلقتين 3 عصير ليمون، ونقلب السمكه. وبعد كده هنعمل نفس الكلام على الناحيه التانية لحد ما تتشرب كويس قوي قوي. طبعا انتوا دلوقتي متخيلين ان السمك ممكن يكون محروق او معرفش ايه، هتشوفوا بنفسكم دلوقتي وانا بقشر السمكه عامله ازاي. بس اهم حاجه قبل ما نقشرها اديها كده 10 دقايق بس مكموره في ورقه فويل. تمام كده. هنبتدي بقى نقشر. بصوا الجمال، القشره بتتقلع كده من على السمكه ما شاء الله، حاجه كده عظمه. يعني يا جماعه والله العظيم مشويه شويه احترافيه حرفيا، والله العظيم هتعجبكم قوي. جربوها ومش هتبطلوا تعملوها في البيت بجد من سهولتها. جميله جدا جدا. لحمه السمكه كمان زبده ما شاء الله ومساعده جدا. بجد المحل اللي جبتها منه
10/10 في السمك، بجد رائع. تعالوا بقى نفتح كده ناخد البطروخ النونو اللي جوه ده توأم اهو. تمام، جميل قوي 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 بجد، وكان مستوي من جوه، ولحمه السمكه ما فيهاش نقطه دم والله. حتى بصوا هدخل لكم بقى اعمل لكم زوم كده في الراس من جوه. على فكره البورسعيديه ما بيسيبوش حاجه في السمك، وكله بيتاكل. كبده السمكه بتتاكل وعظمها بيتاكل، كل حاجه ما بنسيبش اي حاجه. هنسيبها بقى على جنب كده عشان هنبتدي ناكل دلوقتي. وتعالوا لي بقى الاهم خطوه دلوقتي، لازم تعملي بخور عشان ريحه البيت طبعا تحافظي عليها، وكمان تكوني قافله باب المطبخ وانتي بتشوي. انا كنت قافله باب المطبخ عليا وفاتحه الشباك علشان ما يبقاش في اي ريحه زفاره في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير ومتابعه للصفحه. كنت معاكم زينب زياد، والسلام عليكم ورحمه الله.